السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا الكرام، مرحبا بكم. قناة شهوة داري مع بشرى مريم تقترح عليكم ملاوي بطريقة بسيطة وناجحة 100% بمكونات متوفرة في جميع المنازل المغربية. وجدوه للكوتي أو للفطور لوليداتكم، وجدوه للضيوف. أنا متأكدة أنه غينال الإعجاب ديالهم. كما تشوفوا معايا في الصورة تيجي رائع، مورق، شهي، لذيذ. جربوه صديقاتي، ما غاديش تندموا. ما نطولش عليكم، نخليكم على المقادير وطريقه التحضير. وتحيه كبيره للمتتبعات الجديدات اللي معنا في القناه، وايضا للمتتبعات الوفيات ديالنا. تنقول لكم تنحمق عليكم، نوح عليكم من هذا المنبر. ما نطولش عليكم، فرجه ممتعه للجميع. ما تنساوش لايك وابوني. عن طلب الصديقات ديالي اللي طلبوا مني انني نقترح عليهم الطريقه ديال الملوي ديالي. يعني تيجي عندي الملوي زوين، وقلت نشاركها معكم حتى نتوما، علاش لا. على بركه الله تنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض، يكون نوع الممتاز اللين. تنحتاجو 250 غرام ديال الفينو الدقيق الصلب. تنحتاجو واحد المعلقه صغيره ديال الملح ومعلقه ديال السكر. وتنحتاجو الماء بالنسبه للماء يعني ماشي ضروري يكون ماء سخون. انا درت غير تنعجن الملوي ديالي غير بالماء بارد، يعني غير من السقايه ماء بارد. غادي ندوزو باش نعجنو. تناخدو الكاس ديال العجانه ديالنا، تنديرو فيه الفورص، تنديرو السكر، تنديرو الملح، وكذلك غادي نمخل يعني الفينو، دقيق الفينو غنمخلو ونضيفو. وغادي ندوز نرد الخليط ديالي يتعجن. بالنسبه للملوي الا بغيتوه يجيكم زوين خصو يتدلك جيدا. الاخوات اللي تتوفر على العجانه ديروا في العجانه. الاخوات اللي ما عندهاش العجانه تقدر تعجنوا غير بيديها. راه كلنا تنعرفوا فحال المسمن حتى العجينه ديالو تتبقى طرطق. وتردوا البال اننا ما تجيناش العجينه جاريه. اتونسيون، بالنسبه للملوي العجينه ديالو تتجي شويه، المهم غتشوفوا معايا ما تجيش جاريه وما تجيش قاصحه. على بركه الله تناخذوا العجانه ديالنا، تنبداو نضيفوا الماء شيئا فشيئا. من بعد ما دلكات لينا العجينه ديالنا جيدا، تنجيبوها تنحطوها في المكان الاشتغال ديالنا، وتنبداو عليها على هذا الشكل هذا. بغيتو يعني ينجح معكم الملوي خصو يجي على هذا الشكل هذا، يعني ما تيجيش يعني مطلوق وما تيجيش قاصح. صافي دابا غادي ندوز، غادي نجيب الزيت نباتيه وغادي ندهن بها اليد ديالي على هذا الشكل هذا. وغادي نبدا نقسم الملويات ديالي على القياس اللي بغيت. انا تنديرهم على هذا الشكل هذا، تيجيو طوليين. غادي نسالي وغنرجع لكم. البنات هانتوما تتشوفوا معايا دابا منين طلقت يعني الملويات ديالي غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغنخليهم غادي يعني نخليهم يرتاحوا مده ساعه. كلما ارتاح لينا مزيان او اكثر. يعني دابا انا عجنتهم الصباح باش غادي نوجدهم للكوتي، غادي نخليهم يرتاحوا مزيان. وغادي ندوز باش نوريكم الطريقه اللي تنديروا حنايا كي تنديروا نشكلوا الملوي. الطريقه يعني اللي تعلمت من الام ديالي الله يحفظها ويخليها ليا. المهم دابا غادي نغطيه، غادي نجيب البلاستيك الغذائي وغادي نديرو جانبا حدايا في المطبخ، حتى ان شاء الله يعني عندي بزاف ما يتقطع. وغنرجع نوريكم الطريقه كي تنديروا نشكلوه. وبالنسبه للعجين راه قلت لكم العجين راه ما تيجيش مطلوق.
العشاق الملوي غنعطيكم يعني الطريقه باش غينجح معكم ان شاء الله. صافي دابا غادي نخليه ونقضي شغلي حتى نسالي ان شاء الله، وغادي نرجع باش غنوريكم الطريقه كي تندير نشكلو. من بعد ما ارتاح لينا الملوي ديالنا كيف ما تتشوفوا معايا تنحطوه جانبا. الان تناخذوا زلافه ديال السميد ماشي الفينو، سميده. تناخذوا الزيت النباتيه وتناخذوا كذلك الزبده تكون بحراره المطبخ. وتناخذوا واحد البيكين باودر. الان غادي ندوزو باش غنوريكم كي تندير نصاوب هذا الخليط ديالي اللي تندهن به. تناخذوا البيكين باودر، نقص سميده حيت راها كثيره وانا ما غاديش نحتاج لهذه الكميه، غنزيد نقص. هي الكميه اللي غنحتاج ليها بالنسبه ل10 ديال الملويات. تناخذ البيكين باودر تنديرها مع السميده ديالي وتنمزجها جيدا على هذا الشكل هذا. صافي كيف ما تشوفوا معايا تنحطها جانبا. هذه هي باش غادي نورق. تناخذ الزبده ديالي هانتوما تتكون لينه، تنضيف عليها الزيت النباتيه وتنبقى نمزجها تتولي على شكل بوماد. منين غتولي على شكل بوماد هي كذلك اللي غادي نورق بها. انا خليتها غير في هاد البواطه ديال الزبده لانها صافي كملات ليا. وهذا الزيت هاد شويه غادي نخليه نبقى نورق به. صافي غنحط هذه جانبا وغادي نبداو دابا على بركه الله. تناخذوا الملويه الاولى تنخدموا اكيد في الرخامه ديالنا وتنبدا ترشوا الزيت وتنبداو على هذا الشكل هذا. هكذا شفتوا فاش العجينه تترتاح لينا راها ما تتقطعش وتتكون عجينه غزاله. هانتوما تنبقى هانتوما تشوفوا تنديرها طوليه. نتمنى يكون واضح لكم في الكاميرا. وتنبقى على هذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا معايا. كل ما رققنا كل ما تيكون ناجح معنا الملوي ديالنا. الان غادي ناخذ الخليط ديالي ديال الزبده وتنبدا ندهن على هذا الشكل هذا الملويه ديالي. تناخذ الخليط اللي درنا معاه البيكين باودر تنرش على هذا الشكل هذا وتنبدا ندير على هذا الشكل وعلى هذا الشكل. والان تنبدا ندير بحال هكا تنجبات. تنبقى نرقق الخليط ديالي ديال الزبده على هذا الشكل هذا، الخليط ديالي ديال السميد والبيكين باودر. وتنبدا نتمنى تجربوا هذه الطريقه راهو تيجي غزال. غير هو تيبغي يعني المكان فاش يتخدم راه تيجي كالرزيزه، تيجي شي حاجه رائعه. وتنبقاو نستمروا نجبدوا وكل ما ارتاح راه تيساعدنا في الخدمه. هانتوما معايا شويه ديال السميد تنبقاو على هذا الشكل. هانتوما ما تتقطعش العجينه نهائيا. تنخليوها هنايا شويه
غنخليوها على هذا الشكل. غادي نحطها هنايا في البلاطو ديالي واحد شويه على ما نطلق هذه، على ما ترتاح. يعني راه كلما ما ارتاحت كلما مزيان. غادي نجيب الملويه الاخرى اللي تكون طلقات ليا وغادي ندير لها بحال هكا. هانتوما معايا على هذا الشكل هذا. الان غنستمر غنسالي الكميه اللي وجدت ديال الملوي وغادي نرجع لكم دابا. نتمنى تكون الفكره واضحه. هانتوما تتشوفوا الان غادي نوريكم كي تندير ليهم. تنخليهم حتى تيرتاحوا عاد نصاوبوهم. هانتوما تناخذوهم تنديروا لهم بحال هكا. تنحشيو الاصبع ديالنا هنا وهنا تنديروا لهم بحال هكا صافي. وتنضغطوا على هذا الشكل هذا. من بعد ما يعني تطلق الا كانت ما مطلوقاش راه تنخسروها، يعني ما تنصاوبوهاش مزيان. هانتوما غادي نخليهم في المكان ديال الاشتغال ديالي على ما نقضي شغلي ونرجع نخليهم حتى ساعه المكانه ما يطرى عليهم والو ولا اكثر. كل ما ارتاح كل ما تيساعدني اكثر وتيجيني الملوي ممتاز. واللي ذاقو راه تيحمق عليه تيجي كالرزيزه تيجي رائع 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 رائع. من بعد ما ارتاح لينا الملوي ديالنا كيف ما تتشوفوا معايا الان غادي ندوزو باش نطلقوه. درنا المقله ديالنا تسخن على بركه الله. تنرشوا المكان ديال الاشتغال ديالنا بشويه ديال الزيت. تنطلقوا في الملويه على هذا الشكل. هانتوما تتشوفوا معايا صديقاتي غادي المقله ديالنا سخنات في هذه الاثناء. غادي نرشها بشويه ديال الزيت. تناخذ الملويه ديالي على هذا الشكل هذا كيف ما تتشوفوا معايا. تنلوحها على هذا الشكل. نتوما راه يعني درت معكم المسمن، درت معكم الفطير مشلتت، وريتكم الطريقه ديال الطياب. ولكن حتى الملوي ان شاء الله ضروري غادي نفيدكم بالسر ديالو. هو الملوي غير فاش تبدا تشد راسها تنقلبوها ما تنخليوهاش يعني حتى تتحمر وتنبقاو على هذا الشكل. دابا غادي تبقى تنفخ كيف ما راكم عارفين. المقله خصها تسخن مزيان. ترشوها دابا ما بقيتش غنزيد الزيت باش يجيني الملوي ديالي خفيف. هانتوما شوفوا بدات تتنفخ تيجي خفيف وناشف تيجي رائع 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 رائع. بقى على هذا الشكل. يعني راه سخون سخون ولكن من الاحسن نخدموه بيدينا. تنبقى عليه بحال هذا الشكل. هانتوما شفتوا كي خفيف. نتمنى تكون واضحه لكم الصوره ولكن وقيلا غنكبر لكم باش توضح لكم في الكاميرا. هانتوما تتشوفوا كي منفوخ. هانتوما في هاد الاثناء غادي نوجد المنديل ديالي والطبسيل اللي غنحط فيه.
شفتوا الملوي ديالي كي جا غزال، جا فن. صافي ها هي طابت معايا. دابا غادي ناخذوها وناخذوا الطبسيل ديالنا، تناخذوها تنشدوها تنديروا لها بحال هكا وهي سخونه، وتنحطوها. منين درنا لها هذيك الحركه غنخليها وندوز نقرص وحده اخرى. تيجي غزال غادي نستمر هكا حتى تنكمل. من بعد ما كملت صديقاتي، هذا هو الشكل النهائي ديال الملاوي ديالنا. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتردوا عليا الاخبار في لي كومونتير. نتسنى الرد ديالكم، واي وصفه بغيتوها كتبوها لي في لي كومونتير وانا بسرعه غنوجدها لكم. دائما تنتمنى انا والاخت ديالي نكون عند حسن الظن ديالكم، وفرجه ممتعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.